العربية دي محتاجة موتور يعدي ال70,000 جنيه. العربية ما كسرتش ال100,000، مبرجلة وبتفتف ومسجلة علبة بيئة ومسجلة حساس شكمان ومسجلة كتينة مش مظبوطة. معانا النهاردة عربية MG5 راحت التوكيل، والتوكيل قال له العربية دي محتاجة موتور يعدي ال70,000 جنيه، وراحت لأكتر من مركز أو لازم نحل المكنة والمكنة لازم تعمر. العربية دي جات لنا النهاردة مع العلم إن العربية ما كسرتش ال100,000، يعني العربية الكيلومتر بتاعها العربية يعتبر مش ماشية وموديل 21. تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه في العربية ونرجع لكم تاني. العربية جاية لنا الموتور ملخبط زي ما انتم شايفين كده، ده صوت الشكمان. العربية مسجلة كنترول ومسجلة علبة بيئة ومسجلة VVT وحساس شكمان. هنراجع على العربية كلها ان شاء الله ونعرض لكم فيديو بعد ما نخلص العربية. زي ما شفتوا معانا كذا فيديو واحنا حالين غطا الموتور علشان نراجع على الكتينة وظبطناها وبلوف الVVT ونضفنا له علبة البيئة ونضفنا له حساس الشكمان، والعربية ظبطت وبقت 200%، ولا احتاج ان هو يحل مكنة ولا احتاج ان هو يغير مكنة، والموضوع كان بسيط جدا. واي حد لو مشي خطوات الفحص واحدة واحدة كان وصل للمشكلة وحلها بفضل الله. تم عمل لازم في مركز عمار، وهنوريكم العربية على كشف الأعطال بفضل الله. العربية ظبطت بقت 100 ومفيش أي أعطال، يعني على الموتور نضرب الكود وعلى الفتيس زود كده زي الفل. زي ما شفتوا معانا العربية على جهاز كشف الأعطال مش مسجلة أي أعطال ولا أي مشاكل، ولا موتور ولا فتيس ولا EBS، والعربية بقت زيرو ومفيش تقطيعة ولا تنتيشة. أي حد عنده أي مشكلة في عربيته، مشكلة كنترول، مشكلة في موتور أو فتيس أو سوفت وير أو مفاتيح أو أي حاجة عاملة له مشكلة في العربية، إن شاء الله يكلمنا في مركز عمار ونعمل له اللازم. دمتم في أمان الله ورعايته.